ما تيجي اقول لك ازاي عملت ورقه سجق 3 حاجات بس وفي اقل من 3 دقايق. واول حاجه هحتاجها معايا لورقه السجق، سجق بلدي على حسب الكميه اللي هعملها، نص بصلايه، نص طماطمايه، فلفل الوان او الاخضر اللي موجود عندي، نص بطاطسايه مقطعها مكعبات صغيره جدا عشان ما تاخدش معايا سوا، جزرايه وفصين من الثوم. اول حاجه هجيب البصل بتاعي، هاخد منه نص بصلايه بالشكل ده واقطعها شرايح رفيعه. معايا طماطمايه هاخد نصها وبرضه هقطعها شرايح رفيعه. فلفل الوان من عندي او فلفل اخضر اللي موجود عندي هشتغل بيه. هقطع نص جزرايه شرايح رفيعه جدا 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 بالشكل ده. هاخدهم كلهم عندي في اي صينيه او اي طبق ازاز وبوله زي دي. وكمان هنزل عليهم بفصين من الثوم المهروس. بعد كده هنزل عليهم بنص بطاطسايه اللي انا مقطعها مكعبات صغيره علشان ما تاخدش معايا وقت. حط معلقتين من الزيت كبار، معلقه كبيره من الصويا، فلفل اسود، ملح، رشه سماق، رشه قرفه بسيطه، رشه بابريكا، ورشه من جوز الطيب. بعد كده هبتدي اخد كل الكلام هغلفه كله في بعضه بحيث ان هو يتبل ويتغلف كويس الخضار بتاعي من الزيت والتوابل اللي انا حطيتهم. الخضار بتاعي انزله كله بالشكل ده، وهاخد كمية السجق بتاعتي في نفس البولة واديها تقريبا في الزيت والتوابل، وانزل عليه بالسجق بتاعي بالشكل ده. معايا زبدة، كام مكعب زبدة هديهولها كده على الوش بحيث ان هو لما يخش جوه الفرن بتاعي يديني فليفر حلو قوي. ونبتدي ان احنا نقفل ورقة السجق بتاعتنا، نجيبها بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده. هبتدي اخدها على الفرن عندي على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة واسيبها. بعد ما طلعت معايا بالشكل ده هبتدي كده ان انا افتحها عشان اشوف الطعم بتاعها عامل ازاي. ما تنساش لو عجبك الوصفة وعجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش تدلعنا بلايك وشير وسبسكرايب على كل المنصات او البوكس.